أنا تعلمت الرجولة جدا من كثير من النساء. أنا لم أشعر أنني كنت طفلا، أنا كبرت لما كان عندي 11 سنة. أقولها يعني وبالفم المليان، أنا نشأت في بيئة ديمقراطية جدا. أول صعوبة في أي بلد من بلاد الاغتراب هي اللغة، لأن اللغة سلطة، إذا لم تتكلم اللغة فلا سلطة لديك. هذه عندنا صعوبة بيها، ما أعرف شنو الأسباب. جزء من عندها بيئية، جزء من عندها دينية. يمكن حقيقة لا أتمنى الغربة لعدوي، يعني الغربة مرض، ولو لم تكن مرض لما كانت عقوبة. أهلا بيكم في حلقة الليلة من بودكاست من راجل لراجل مع شريف حمدي. راجل حلقة الليلة هو الدكتور العراقي عامر موسى، استشاري جراحة المسالك البولية والجراحات الروبوتية. دكتور عامر بيمارس مهنة الطب من أكتر من 20 سنة بعد ما تخرج من جامعة بغداد. عاش وعمل بدولة السويد لمدة 24 سنة لغاية ما حصل على الجنسية السويدية. هو زوج وأب محب جدا لعيلته، وبيجتهد بكل الطرق عشان يوفر لهم دايما كل سبل الراحة والسعادة. دكتور عامر، حضرتك مشرفني ومنورني في حلقة الليلة. أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك وشكرا جزيلا على الاستضافة. عادة أول سؤال دايما بنسأله لأي ضيف بيشرفنا، يعني إيه راجل؟ يعني إيه راجل؟ سؤال هو مش معقد، السؤال بسيط، بس الإجابة أعتقد معقدة، لأنه أنا بالنسبة لي عندي شق بالموضوع. الرجل من الناحية اللغوية احنا نربط دائما الرجل بالذكر، بس اكو هواي آراء تقول انه الرجل هو من يرتجل، يعني من يمشي على رجلين. اوكي، فيعني مش شرط هو الذكر، هذا واحد. يعني اي حد بيمشي على رجليه، يعني ممكن الانثى اثنين، اي طبعا تبقى رجل. نعم، يعني اللفظ ممكن ينطبق على الذكر والانثى ما دام ارتجلت. صح، اوكي بالضبط. ولهذا القرآن بكثير من الأحيان يخاطب الناس كناس، زين. وقسم حتى أكو آراء بالنسبة للرجال مثلا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فهل هو المقصود الذكور فقط؟ يعني ماكو نساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه؟ تمام. ليش؟ راح يصير عدم عدالة يعني. صح. وهذا بها آراء، يعني آراء ناس مفكرين، مش آرائي أنا، وبس أنا عجبتني الفكرة. جميل. وأنا كمان والله عجبتني الفكرة أنا ما جدا. كنت أعرف قبل. بس عجبتني فكرة إنه أكو عدالة، يعني الرجل مش شرط هو الذكر، الرجل ممكن يكون الرجل أو الذكر أو الأنثى. بالنسبة إلي بالضبط. لا يعني لا، بالنسبة لحضرتك بقى الذكر ما معناه؟ بما أنه أنا يعني دكتور وأخصائي جراحة مسالك بولية، فأنا عندي الرجل أو الذكر بالحقيقة أكو 3 مواصفات لازم تنطبق. أكو مواصفات جسدية، وأكو مواصفات نفسية، وأكو مواصفات بيئية. يعني الرجل يمكن في عالمنا العربي يختلف عن مواصفات الرجل بالنسبة للبيئة في العالم الغربي أو في أمريكا اللاتينية أو في أمريكا الشمالية، ما أعرف. بالنسبة للمواصفات الجسدية والهرمونية نعرف عن هذا الموضوع، لازم يكون أكو مواصفات معينة حتى يكون الرجل رجل، بالضد من المرأة طبعا. صحيح. حتى نعرف منطق الرجل. بس إذا رجعنا الخصائصنا إحنا العربية، لما نقول عن الرجل شنو يعني رجل، أنا بالنسبة لي دائما عند الرجل موقف وليس جنس. فهمت قصدي؟ صح. يعني أنا أريد أقول حكاية دائما، أنا تعلمت الرجولة جدا من كثير من النساء. عظيم. بحياتي. صحيح. شخصية احنا عندنا في أنا مصر شخصيا احنا عندنا في مصر نقول لما نلاقي ست يعني بتمتلك القوة والحضور والهمة والتضحية، نقول دي ست ب100 راجل. ب100 راجل بالضبط، وحتى ب1000 راجل. فأنا في حياتي حقيقة تعلمت جزء كبير من الرجولة من النساء، اللي الحمد لله والشكر رب العالمين خلاهم في طريقي بداية حياتي لأسباب معينة طبعا. زي مين يا فندم؟
جدتي اللي هي أمي. أيوه. هذه المرأة حقيقة يعني حتى كان في ودي إنه ألقى مؤلف يعني بارع، أنا بس مجرد أقص عليه القصة وهو يكتب يعني، لأن هذه المرأة أنا تأثرت بيها جدا جدا جدا. أنا البكر يعني أول الأولاد بالنسبة لوالدتي. أيوه. فكانت احنا نقول بيبيتي بالعراقي يعني ستي، تقولون مو بالمصري؟ لا بنقول ستي وبنقول احنا نقول بيبيتي. بيبيتي. اي بيبيتي او جدتي، يعني جدتي بالفصحى تصير. فهي صار اهتمام بيها يعني من عندها الي بصوره خاصه. جميل. خاصه تعرف الام اول طفل تكون شويه صعوبه العنايه به ورعايته، وبعد ماكو خبره، فالجده بتتولى شويه تتولى هذا الموضوع. وهي كانت اصلا قريبه يعني، حتى بالسكن كنا قريبين مع بعض يعني. فهي تولتني. وانا والحمد لله يعني ما ادري الحمد لله او هي مرات نعمه ومرات نقمه، هاي الذاكره القويه يعني. انا مرات احكي شغلات الوالدتي وهي الله يرحمها يا بيبي توفى الله يرحمها، فاحكي لها شغلات تقول لي فعلا انت قاعد يعني تحكي تتذكر لو قاعد تحكي من؟ قلت لا اتذكر، واذا يطلع عمري 4 سنين ما شاء الله 5 سنين اتذكر تفاصيل يعني تفاصيل الاحداث طبعا. أيوه. بس ده معناه انه الحدث او المقوله اللي هي قالتها لك كانت قويه جدا بشكل انها يعني اثرت في نفسيتك تاثير ايجابي جدا لدرجه انه فضل معاك كل السنين دي. كل تاثيرها ايجابي. طب انا اسال حضرتك سؤال، كل واحد فينا يعني كل ذكر مننا وهو صغير بيبقى قدامه نموذج للرجوله، وهنا بتكلم على الراجل يعني. انا عارف من يعني مذاكرتي للبايوجرافي بتاعت حضرتك ان الوالد توفى رحمه الله عليه وانت في سن صغير. غياب الوالد في السن الصغير ده اثر عليك ازاي وانت طفل وانت كبير فيما بعد؟ تأثير كبير طبعا. أنا لم أشعر أنني كنت طفلا بسبب هذا الحدث أبدا. يعني أنا كبرت لما كان عندي 11 سنة. كنت خامس احنا نسميه ابتدائي. أيوه ابتدائي ما احنا ابتدائي برضه. فكان عمره 11 سنة بالضبط 1984. الوالد الله يرحمه كان إنسان سبيشال، نموذجي في كل شيء. هو كان أكبر عيلته يعني أكبر أخواته وأخوانه. أيوه. مثلي طبعا. أنا كمان كبير. أيوه. بس كان عنده فكر طموح وهو صغير. هو ابن قرية، احنا أولاد يعني ناحية صغيرة. هو كانت الناحية ما لامته يعني ما مكفيته. أيوه. انه طموحه اكبر من الناحية. ليش هنا باقين؟ ليش ما نطلع برا؟ ليش ما نروح الغير مدينة؟ ليش ما نروح المدينة الكبيرة؟ بغداد مثلا كانت واحدة من طموحاته. وفعلا بعمر صغير جدا يعني هو توفاه الله يرحمه. الله يرحمه. كان عمره 32. صغير طبعا. لأن هو تزوج صغير أصلا. أيوه. يعني والدتي ووالدي تزوجوا صغار. ف 32 بس. حقيقة كمية الإنجازات اللي أنجزها بهاي الفترة القصيرة يعني كنت أنا لا أصدقها. أيوه. بالبداية. وأحلى شيء يعني شوف هو شقين يعني فقدانه من حياتي خلاني في شقين. الشق الأول إنه ما هي المسؤوليات الملقاة على عاتقي. يعني هو أكو مسؤوليات لأنه أنا كبير فلازم أعمل كذا كذا كذا. صحيح. وإذا أكو مسؤوليات فما العمل؟ يعني شنو لازم أنا أسوي؟ أنا عمري 11 سنة. أيوه. يعني وعندي 3 أخوان يعني 2 أخوان وأخت. أيوه. وأم طبعا. فهذول شنو مسؤولياتي اتجاههم؟ هو أنا المسؤول فعلا؟ لو لا الوالدة المسؤولة أو العام أو الجد أو الخال. هذه دخلتني بدوامة. هاي أول دوامة. والدوامة الثانية اللي دخلت بيها هو شخصيا شلون كان كل لقاء مع أي شخص يعرفه هذا الشخص يبدي بحضني ويعني تقبيلي والبكاء على الوالد بس بحرقة يعني بعد رحيل الوالد بالضبط. اي حد كان يشوف حضرتك يعرفه طبعا. يعني وكأنه يعني بيعيد تجسيد حزنه الشديد لما بيشوفك وانت ابنه البكر. صح. يعني بس انا اللي لفت انتباهي
قلت هذول معقولة كلهم دا يصنعون هذا الموضوع لو هو فعلا حقيقة؟ وإذا كان حقيقة شنو من شخص هذا اللي ترك هذا الأثر عند الصغير الكبير، طبعا صغير كبير امرأة رجل يعني أيوة. كل اللي التقيهم سبحان الله بالضبط. يعني اكو طيبة واكو حنان واكو، طبعا هو كان طيب وحنين، يعني انا اتذكر من عنده هواي شغلات. كان يعني انسان محب جدا ما شاء الله. وعلشان كده سيرته العطرة فضلت الحمد بعد لله رحيله، سواء في الذكرى الطيبة اللي الجميع بيذكرها له، أو في حضرتك وفي تفوقك وفي حلك بقى للسؤال. أنت تحملت المسؤولية خلاص، أصبح هذا السؤال الفلسفي بقى له إجابة، وأن أنت تحملت المسؤولية وأعانك على هذه المسؤولية من اللي فهمته من كلام حضرتك ببيتي طبعا الجدة، إن هي عملت المساندة النفسية جدا. الوالد طبعا برحيله اختفى، لكن هي بحكمتها وبتجاربها قدرت يعني تسد الفجوة دي وتساعد حضرتك ان انت تتقدم. أنا أذكر شغلة بس انه ما انسى الوالدة انسانة رائعة بس بصمت. رائعة بس بصمت بمعنى يعني، او يمكن انا كنت فاهمها اكثر ما اعرف، المهم بس يعني كان يكفيني افعالها وحركاتها أمامي لأفهم وأعرف كمية المعاناة وكمية الحنان اللي قاعد تقدمه وكمية العناية اللي قاعد تقدمها، لأنه تعرف خاصة في بلداننا يعني بقاء المرأة وحدها يعني بعد الرجل والعناية ب4 أطفال قضية صعبة جدا طبعًا جدا معقدة، وخاصة في ذاك الوقت يعني احنا كنا في وضع حرب يعني بال84 في وسط الحرب العراقية الإيران، فكانت الأوضاع جدا متأزمة في كل شيء. أيوة. لا، وهي غالبا الست العربية لما بتبقى في هذا الموقف بتلعب دور الأم والأب، صح. وبتتشح كده يعني برداء من الصرامة علشان تقدر تسيطر على أبنائها، خصوصا لو فيهم ولاد. يعني بالضبط. لو بنات بتبقى الدنيا برضو إلى حد ما، لكن ولاده بقى بيكبروا وبيخشوا فترة المراهقة، صوتهم بيتخن وبيفتكروا بقى ان هم يعني كسروا الارض بقى وبقوا صاروا رجال بقى فرسان، فلازم هي يبقى في صرامة في التعامل مع هذا الامور. وهذا قصدي بصمت يعني بصمت. انا ما اتذكر في يوم من الايام وبختني او مثلا يعني صرخت علي او فيش ابدا. طيب ايه اللي خلى حضرتك تتجه لدراسة الطب؟ أنا فهمتها أنه يعني أكيد الطموح اللي أنت ورثته من الوالد وهدفه المستمر أنه يبقى أكبر من المرحلة وأكبر من المكان ده، في ظني المتواضع صلح لي إذا كنت أنا غلطان، هو ده اللي دفع حضرتك لدراسة الطب، لأنه أكيد يعني مهنة الطبيب دي هي أرقى وأعظم مهنة في المهن بالذات في الوطن العربي. لكن ايه اللي خلى حضرتك تتجه لدراسة المسالك البولية دونا عن التخصصات الأخرى؟ لا، قبل المسالك البولية شوي خلينا نحكي على موضوع ليش الطب. لأنه هذا بيت 3 مراحل. تذكر لما قلت لك لما توفى الوالد الله يرحمه وأنا عمري 11 سنة، بداية الحلقة أو بداية الكلام حكينا عن إذا المسؤولية ملقاة على عاتقي فما العمل؟ شو أعمل؟ صحيح. فأنا توصلت إلى نتيجة أنه العمل الأفضل أن أكون قدوة حسنة. جميل. لهم. وشلون أصير قدوة حسنة؟ لأنه أنا ما عندي سلطة عليهم، يعني لا بصوت ولا بمال ولا بbehavior ولا بسلوك، لا ولا بتجربة. أنا يعني قصدي ما أقدر أقول لأخوي أقول له أنت لازم مثلا تسمع كلامي لأن أنا أخوك الكبير. هو أنا أصلا 11 سنة بالمناسبة، أخوي الأصغر مني أقل مني بسنة واحدة، يعني بسنة واحدة. الفرق مش كبير. لا. فقلت أفضل شغلة هو التفوق. صح. فكان التفوق بحد ذاته، وطبعا التفوق مش بس بالدراسة، يعني التفوق بالأخلاق بالتصرف. أكيد. على مود هذا هي كلها متصلة بالضبط. حتى ما يقدر يذب علي يلومي ويقول لي إنه لا مو أنت سويت هاي، يعني فما تقدر تقول لي أنا ما أعمل كذا. صحيح. المهم فكان التفوق هو الهدف. بعدين هاي ما أنساها، صف 5 إعدادي، إحنا نسميه إعدادي أو إعدادي بالضبط، أو ثاني يعني ثاني ثانوي بالضبط. إحنا نسميه 5 لأنه الرابع بعد الثالث بعدين يجي الخامس. صف 5 طلع برنامج أتذكر اسمه دوكيومنتري أو something، ما أعرف ليش بهذاك البرنامج كان موضوع يخص العمليات الجراحية. جميل.
طبعا بالبيت ما كانوا يقعدون لانه ما يتحملون يشوفون اللقطه وهاي. انا اخذت يعني اريد اطب يعني ادخل هيك بالتلفزيون لما بدت هذا البرنامج اخذت بما تشاهده. من هذاك الوقت انا قررت انه انا لن اكون طبيبا، سوف اكون جراحا. فهمت قصدي؟ خامس اعدادي. ولا تسالني ليش، ما اعرف. كانت تعجبني فكره بالمناسبه انا دائما احب تصليح الاشياء. ايوه، فك تصليح الاشياء بالضبط. واذا هي مش خربانه اريد افكها عشان اريد شو انت تشتغل اصلا. هم عن هذا القلم يعني كان مبهر بالنسبه لي الاقلام وشون تعمل وهاي. المهم الراديوهات شغلات، فكانوا يسموني المهندس. هي الفكره كانت انه يعني مهندس وخاصه كهربائي. لما شفت هاي العمليات مالت الجراحه وهاي قلت طبعا كنت ما متخيل او ما متصور انه اكو امكانيه انه واحد يدخل بجسم الانسان يعمل حاجه وبعدين يطلع. فهمت قصدي؟ لما شفتها قلت هاي نفس الامكانيه اللي انا جاي افكر بيها بس على البني ادم، يعني بدل الراديو يبقى بني ادم. بالضبط. يعني بيرفكت. هاي احلى يعني. انا احب الانسان بصوره عامه. يعني احب الهيومن بينج. فهمت قصدي؟ فمن صف خامس اعدادي كان القرار انه هو اصبح جراح مش دكتور يعني. حتى كنت ما ادري يعني المعدل كيف، ويا كليه و6 سنين لازم تخلص. بعدين عرفناها شوي لما صرنا بالسادس اكثر، صار تركيز على نوع الكليه اللي لازم واحد يدخلها وش قد يحتاج لمعدل. اما جراحه المسالك البوليه، فبما انه اتفقنا انه انا اريد اصير جراح من بدايه الكليه. لما دخلت الكلية تقسم إلى مراحل. إحنا 6 سنوات ندرس. المرحلة الأولى والثانية تكون عامة ويدخل بيها الجديد اللي هو الأناتومي، علم التشريح. بس فقط من كلية الطب. أما البقية فيزياء، كيمياء عضوية، وكأننا بعدنا بالسادس إعدادي تقريبا. بعدين لما نجي على الثالث تبدل، احنا نسميها الكآبة، لأنه يدخل موضوع الأمراض والهيستوباثولوجي، السلايدز والفارماكولوجي. يعني نبتدي نشوف الجانب الثقيل جدا. وانا ما اعرف ليش مخليهم كلهم هذول مخليهم بصف الثالث. احنا بالمناسبة دراستنا بالعراق هي مش دراسة كورسات، وانما دراسة سنوات اللي هي اصعب. يعني هسه الدراسة الحديثة هي دراسة كورسات. تاخذ الليفر، تاخذ الكبد بكورس 4 أسابيع وتخلص من عنده. خلصنا بس كده خلاص انا كدكتور اخلص الليفر في 4. خلص الكبد. ده جميل. هذا الكورسات بالضبط. احنا لا، احنا حياتنا اصعب كانت. هو كتاب الاناتومي ناخذ من عنده الجزء الاول نمتحن بالجزء الاول، ناخذ الجزء الثاني نمتحن بالجزء الاول والجزء الثاني، ناخذ الجزء الثالث نمتحن بالاول والثاني والثالث. يعني الكتاب كله يعني مقرر. بالضبط. الكتاب كله مقرر بالضبط. فقلت هذول ليش مخليها كلها بالثالث؟ المهم صف رابع يبدي تحس بنفسك دكتور. يجي الطب، الباطنية، تيجي النسائية، تيجي الجراحة، يجينا شنو بعد الإحصاء بالرابع. بالخامس تبدي شوية النفسية والعيون، هذا السب سبيشاليتيز. وبالسادس لا، مرحلة الاستاجير يسموها، اللي هي كلينيكال، سريرية وامتحان بالأخير. فبالرابع فهمت انه الامور صارت اوضح. الامور تخصص باطنية وبكذا تخصصات، تخصص جراحة وبيتخصص الجراحة. أنا متفقين إحنا ما عندي مشكلة بيها، بس كنت دائما أريد شغلة إحنا بالعراق نقول ملمومة. أريد مكان واضح. ملمومة يعني واضح أشتغل فيه وأبدع فيه وخلاص نطلع. مكان مقفول على نفسه كده تعرف تتحرك فيه. فمكانين إجوا في بالي. مين هم؟ جراحة الدماغ، لأنه سكال وبرين المخ بالضبط، ومكان، والهارت القلب. قلت هذول يعني هو هاي أحلى شيء، إنه هذا المكان يعني موجود هناك والحيز مش كبير. فالعمل راح يصير إبداعي أكثر يعني، ويصير ممكن أسهل. بعدين ورا ما تخرجت احنا عندنا إقامة دورية، يسموه الأوفيس يعني ايوه زي عندنا بالضبط. في سنة سنتين احنا عندنا بالعراق في مصر تفتر فيها على كل سبيشاليتيز. الميجر والماينر. الميجر اللي هي سيرجري، يعني قصدي جراحة باطنية نسائية أطفال، هاي تعتبر ميجر. والماينرات كسور على عيون، على أنف وأذن وحنجرة، عدد ماشي هذول الماينر.
فرحت لسه اتذكر كان عندي انا طبعا انترستد كلش بالموضوع القلب وهاي، فكان عندنا سنتر ابن البيطار اكبر سنتر في بغداد مال جراحه القلب. جراحه القلب. فرحت شهر تنسيب طبعا باختياري، كان ما حد يقبل يروح له اصلا. أيوة. فحتى لما اختاريته قالوا لي انت متاكد تريد؟ قلت لهم اريد اروح. لما رحت هناك عرفت انه لا، عيشه جراح القلب مش عيشه جراح طبيعي، لانه عيشتهم بصالة العمليات ويلتقون بالمريض وهو نائم. لانه يحضر المريض منه الباطنيه القلبيه، يحضره كل شيء، يسوي الانفستيجيشن، الفحوصات، بيبقى بس الانديكيشن ليش يحتاج جراحه، يجي للجراحه هو يخش يفتح ويخلص. فحتى كونتاكت مع المريض، طبعا انا يعني I love the patient، انا احب المريض، يعني متعتي بالحياه انه عندي مريض ويطلع راضي، ويعني فل الفل احنا وعاملين عمل حلو، يعني سواء كان جراحه ولا علاج. قلت لا، خلينا على الجراحه بيها فرايتيز اكثر. تمام. لانه يعني ممكن فوق، ممكن تحت، ممكن small things، ممكن big things يعني. طب ايه اللي خلى حضرتك بقى تشاور ايوه هي دي اللي انا على المسالك البوليه؟ هي المسالك البوليه. المسالك البوليه كانت بين لا هي جراحه عامه ولازم انت حد هيحضر لك ويجيب لك، ولا هي جراحه متخصصه في بقعه معينه او في اورجن واحد، في عضو واحد. لا، وانما وبيها different varieties. يعني ممكن تشتغل بالعياده شويه عمليات جراحيه بسيطه، ممكن تشتغل البيج سيرجريز موجوده، الميجر سيرجريز هم تشتغلها بالعمليات، بالاضافه الى عمليه بيها تنظير، بيها جراحات تقليديه، بيها لابروس. فكانت بالضبط في فرايتي، وبنفس الوقت هو سيستم واحد، يورينال سيستم. ايوه، يعني ماكو داعي مش هتخرج عنه، بالضبط ما تخرج عن هذا الموضوع. طب عايز صلاحيتك سؤال، والحقيقه السؤال ده مش جاي مني، ده سؤال مطروح من ضيف الحلقه السابقه، وهو بالمناسبه ودي صدفه هو دكتور برضه، دكتور أسامة عطية. دكتور احنا عندنا يعني تقليد في البرنامج انه ضيف الحلقه الحاليه بيسيب سؤال لضيف الحلقه القادمه. طيب، فدكتور أسامة ساب سؤال للضيف اللي هيشرفني في الحلقه اللي بعد كده. السؤال كان: هو انت كل حاجه حصلت في حياتك كانت رغبتك ولا انت فبركتها لنفسك؟ هو السؤال صعب. يعني اولا هذا يتطلب انسايت، يعني معرفة بالأنا واصلة 1,000,000%، مو 100%. صحيح. حتى تعرف أنت فعلا لم تتأثر وكانت قراءتك نابعة. هاي واحدة. الشغلة الثانية، من منا لم يتأثر؟ صحيح. أصلاً هو أصلا بلا تأثر لن نكون. صح. يعني صح. يعني أنا هسه قبل شوي حكينا عن بيبيتي، أيوة. حكينا عن والدتي، وحكينا فلولا هؤلاء لم أكن أنا. فهو صحيح. لابد أن أكون تأثر، طبعا بالإضافة للبيئة والمجتمع. يعني راح أضرب لك مثل على التأثر. مثلا بالعراق احنا عندنا المعدل عالي لأنه أصعب كلية للدخول إلها بأعلى معدل. شو هي؟ الطب. فعندنا تقريبا يعني هذا حكم بالإعدام إذا واحد عنده معدل عالي ويدخل كلية هندسة. صحيح. فهمت قصدي؟ صحيح. فهذا أول شغلة أنا لا أستطيع أن أقول إنه أنا لم أتأثر. يعني قصدي لو كانت الهندسة هي صاحبة المعدل العالي يمكن أنا خليش لا طبقت هندسة، وأنا أصلا كنت محب مثل ما اتفقنا. فهذا هاي أول إجابة للسؤال. فلا بد أن يكون هنالك تأثير. جميل. بعدين لما نتكون، يعني على سبيل المثال لما نرجع على هاي شغلة صف خامس، أنا قلت لك راح أصير جراح مش طبيب، لا، هذه ما بها أي تأثر من الخارج، يعني من الناس اللي حواليه. دي حاجة اتبعتت إلهية كده. بالضبط. وأنا والحمد لله أقولها يعني وبالفم المليان، أنا نشأت في بيئة ديمقراطية جدا. عظيم. ومن ضمنها أمي وبيبيتي. يعني معطينك كل الحرية في اللي أنت عايز تعمله. أنت ما تريد. هم لبساطتهم أصلا كانوا ما عندهم المعلومات الكافية اللي تأهلهم إنه يقولون شنو الأحسن أصلا. أيوه. بس كان عندهم هدف. الهدف هو الشهادة. صح. لأنها سلاح. أيوه.
اوكي، يعني في كل الازمنه وفي كل الامكنه. تاخدها بقى كطبيب، تاخدها كمهندس، المهم يبقى في انت اللي تريده. صح. ده تفكير الله عظيم. يرحمه كانت فيه. طيب عايز صلحيتك حاجه. حضرتك نشأت وترعرعت في العراق بكل ما فيها من حضارة عظيمة، من دين، من عادات وتقاليد، من فالإرث عندك طبعا. عظيم جدا. ايه هي الصعوبات اللي انت واجهتها عشان تقدر تندمج في المجتمع السويدي وتعيش فيه لمدة 24 سنة، ومش بس تعيش فيه لوحدك، ده انت معاك أسرة طبعا وأبناء بتربيهم على كل ما انت تعلمته وورثته من حضارتك العراقية. بينما انت في بلد، هو بلد عظيم اكيد السويد، ولكنه مختلف كلية كحضارة، كعادات، صح. كتقاليد، كممارسات يومية. الصعوبات اللي انت واجهتها كانت ايه وازاي تغلبت عليها؟ اول صعوبة في اي بلد من بلاد الاغتراب هي اللغة. صحيح. لان اللغة سلطة. اذا لم تتكلم اللغة فلا سلطة لديك، بالعكس انت يعني صغير جدا، هتفضل يعني غريب طول عمرك. بالضبط، غريب ومشكلة. يعني حتى لما هم يستخدمون كانوا الانجليزية، يعني اللغة مهمة جدا. ايوه، وهم كمان عندهم لغة انا اعرف انها الجرمانية. هي جرمانية 50% جرماني، صعبة وبعدين يعني. شوية انجليزي وشوية فرنسي وشوية مختلط، بس 50% جرماني. طبعا صعبة علينا كعرب. وانا اعرف السبب ليش صعبة. اكو ناس هواي لبالهم هي بس، شوف سبحان الله العلم جميل، يعني العلم صحيح. ينطيك explanations، طبعا ينطيك اسباب ليش كذا. المهم، فحتى اتذكرها المعلمه باللغه الانجليزيه قالت لي انا ولا مفكر بهذا الموضوع اصلا. هي كانت تقول لي ليش انتم ما تحبون اللغه السويديه؟ قلت لها مو قضيه حب، احنا عندنا صعوبه باللغه السويديه. قالت لي ليش؟ قلت لها لانه احنا الاصوات الصحيحه باللغه العربيه اكثر بكثير من اصوات العله. احنا ما عندنا صوت عله باللغه العربيه اصلا، عندنا الا والاو صحيح. بس البقيه كلها ب وتش واح، يعني كله يطلع من الزور. بالضبط. اي قالت لي ايه؟ قلت لها في اللغه السويديه عندهم 18 من اصل يمكن 27 26 صوت عله طويل وقصير. يعني 18 صوت عله عندهم. الصحيح اقل من العفو ايه بالضبط، الصوت الصحيح اقل من الكونسونانت، اقل من الفوكال. فاللغه كانت عائق. اللغه عائق، هاي اول شغله. شغله ثانيه طبعا العادات والتقاليد يعني هم ناس حقيقة مختلفين عنا في كل شيء إلا في الإنسانية. هم إنسانيين جدا، حتى واحد يكون يعني عادل. حتى ذا شوية تغيروا بالفترة الأخيرة مع الأسف بسبب التغيير العالمي يعني. لا هم إنسانيين جدا جدا جدا، لكن مختلفين في كل شيء اجتماعيا يعني. حتى على مستوى التدين هم ناس مش متدينين أصلا، يعني 80% ملحدين. مكان ما دفن الأجساد عندهم حرق الأجساد اللي هي بعدها نفسها مالت الفايكنج القديمة. مثلا صح. يعني الجلسة، الشروب، الهاي. بس هم بهم صفات سهلت المهمة علينا أو علي على أقل تقدير. واحد، هم يلتزمون بمقولة قيمة كل امرئ ما يحسنه. صحيح جدا. أيوه. يقيمون كل شيء تحسنه أنت. يلتزمون بمقولة أنه أنت احترم تحترم. صحيح جدا. أيوه. زين. هم يعني ينطون ثقل واهتمام أكثر للضعيف فالأضعف يعني كلما كنت ضعيفا كل ما الاهتمام يزيد. بالضبط، يزيد بيك. بحيث حتى أني مع الزمن تدري ايش بيهم، ايش يصيرون اقسى. كل ما اني يعني اخذ الشهاده وقاعد اقدر اشتغل، بعدين افتهمت لا، مو يصيرون اقسى، الاهتمام بيك يقل. ايوه، لانه انت بعد خلاص عاد الشهاده قاعد تشتغل. يعني ما احنا هنولي بقى في الهواء سوا صرنا بعد. ايه بالضبط. هو هي يعني الاهتمام اللي وفروه من عندك بيوجهوه لحد بقى تاني ضعيف جاي جديد. الاصعب صار هو الاطفال طبعا. أيوه. وجود الاطفال مش الشخص انا نفسه، يعني انا كشخص. انت حياتك لما اتنقلت هناك كانوا ابنائك؟ لا، كنت متزوج. كنت لسه مش متزوج؟ زوجتي هناك بالسويد. ايوه. اوكي فالاولاد كانت يعني مش كابوس، بس
كانت معضله قلق طول الوقت. بالضبط، قلق طول الوقت يعني. بالضبط. وشلون تقدر انت بالبيت توفر البيئه المناسبه بالحديث المناسب بالاجوبه المناسبه للاطفال بحيث انها لا تتناقض مع ما يستلموه طبعا برا البيت. بالضبط من برا البيت. بالمناسبه لا ننسى هم يعيشون برا البيت اكثر مما جوا البيت. لان لو تحسبه احنا روضه اللي نشتغل اثنيناتنا انا وزوجتي مثلا لما توديه للروضه نرجع من الشغل ساعه بالستة بالخمسة العصر، يعني هو من 6 الصبح 12 ساعه صار ولازم ينام بالسبعة بثمانية على نقعد الصبح همينا من وقت حتى يروح للدوام واحنا نروح شغلنا. طب سؤالي معلش، هو زوجة حضرتك عراقية ولا عراقية؟ يعني شالت الحمل ده طبعا شالت الحمل طبيعي كمان طبعا حمل ثقيل جدا طبعًا. يعني وانا يبقى حضرتك تنصح اي عربي عايش في بلد اوروبي وبيربي اولاده انه هو يديهم اجابات ويديهم تفسيرات ما تغربهمش عن اللي بيسمعوه بره البيت، صح. ولكنها تكون مفسرة لما بيسمعوه بره البيت، وفي نفس الوقت تكون محددة الليميتس اللي بالنسبة لنا احنا كعرب في عاداتنا وتقاليدنا كمسلمين او مسيحيين او غيره، ان هي دي الليميتس بتاعتنا في الاطار اللي احنا بنرتضيه اخلاقيا. عندي حادثة صغيرة بس ما ادري يعني عندنا وقت ان شاء الله. تفضل. ابني صار موسى الكبير صار يمكن ثالث ابتدائي او رابع ابتدائي ثالث ابتدائي. طبعا هناك هم الثقافة العامة عندهم مهمة جدا بالتدريس، يعني حتى من الروضة يعني أيوه. يبدون مع الأطفال يعني خاصة بالسلوكيات، وكل من عدا اسمه ومكانه يقعد شلون ياكل، وقت الأكل، وقت النوم، وقت الطلعة، وقت الجية، هو شغلات يعني. فالمهم اجاني طبعا صف ثالث ابتدائي قال لي طبعا بالسويدي قال بابا انت تعرف شنو بيج بانج؟ شنو بيج بانج؟ بيج بانج انفجار الكبير. ايوه. فانا قلت له هي طبعا اعرف. انت شلون تعرف؟ قال لي مو اخذناها بالمدرسه ثالث، يمكن لو ثالث لو رابع. ايوه. قلت له اي اعرف. قال لي وانت يعني دوترود بوله يعني بالسويدي تؤمن بهذا؟ قلت له هي شو المشكله؟ طبعا اؤمن بها. قال لي عاد شلون تؤمن بالله؟ شلون تؤمن بالله؟ يعني ازاي تؤمن بربنا؟ يعني يا هاي هو هم يعلموهم، هم ايه فصلوا نظريه الانفجار العظيم دي لوحدها. هم مش فصلوا، هم ما عندهم نظريه رب العالمين. هم مفيش نظريه رب العالمين اساسا. طبعا اساسا ما موجوده. يا نهار اسود. اي بالضبط. فهو تفاجئ شويه قال لي يعني شنو بابا يعني انت باثنيناتهن تؤمن؟ قلت له اي بابا حبيبي ماكو مشكله. قال لي شلون يعني؟ قلت له هاي من هاي. قال لي شنو يعني هاي من هاي؟ قلت له حبيبي هو الله سوى البيج بانج، شنو المشكله؟ يعني هاي البيج بانج هي كيفيه تكوين. أيوه. بس من اللي يسوي لها كنترول؟ من لازم الريموت بايده؟ هو رب العالمين سوى كبسه زر صارت هي المشكله ان النظريه دي قايمه على انه الكون هو اللي خلق نفسه من العدم. لا ما هم اي بس القبله ما موجوده. اللي قبله ما فيش حد موجود، فيش حاجه موجوده. هو انصدم على انذهل ما اعرف شنو الفكره. أيوه. المهم بعدين اجاني عنده صديق الظاهر هم بيناتهم يتنافسون، هذاك كان الظاهر شويه يعني مستفز بقضيه انه انت من بيت مسلم وتؤمنون بالله. شوف هسه بدنا ناخذ احنا البيج بانج يعني اموركم انتم تعبانه. هو هذا الصحيح البيج بانج هذا العلم، وهاي اكو شيء مناكفات بيناتهم. ففي يوم جاني قال لي بابا تعرف اليوم صار في شيء لازم احكي لك اياه. هسه واحد يقول لي صف ثالث ورابع حكي اي هو هيك. أيوة. الحمد لله مثلي. ما شاء الله. قلت له صار. قال لي ما اريد اجيب اسمه. المهم قال لي واقفين هذاك عنده مجموعه وموسى عنده مجموعه. فيقول هم دا يقلدون علينا يعني يسخرون من عندنا. أيوة. يعني تؤمنون برب العالمين ما شنو شيء البيج بانج. شوفوا العلم دا يقول هيك البيج بانج هو هذا الصحيح وهاي. اي فيقول انا همنا جاي اريد. يقول بعدين هذاك ايش قايل للموسى؟ قال انا ما جاي افتهم، انت شلون تؤمن بشغله ما شايفها؟ فيقول انا راسا قلت له ليش انت شايف البيج بانج؟ دي تحولت الى مناظره علميه انسانيه دينيه لاطفال عندهم حقيقه انا في داخلي افتخرت بتربيتي. طبعا حتى اكون يعني طبعًا صريح. طبعا لانه
كفاني يعني اللي كنا نشتغل، اللي كنت اشتغل عليه بالبيت انا وزوجتي، هذا كفاني. قلت له اي بابا ده الرد العملي بالضبط بتاعه. هذا الرد العملي. صحيح. هو صار مثلهم عملي بس بأسس وتقاليد صح. وإيمان عربي عراقي مسلم. فهذه كانت حادثة حقيقة كويسة جدا، لأنه للأسف الشديد العرب اللي ما بيكونش عندهم أي خبرة في هذا النوع من النقاشات اللي هي بالنسبة للعالم الغربي قايمة على العقل، يعني هي بتبقى بتتقال مش عشان في بنسبة كبيرة مش عشان ان هو يهينه، لا هي لا. بالنسبة له امر عقلي هو يراه بهذا المنطق. اللي بيحصل انه الشخص العربي اللي مش متمرن او ما عندوش خبرة في هذا النوع من المناقشات بيتحمق جامد قوي وبيسخن جامد قوي وبيتحول الامر الى شجار صح. او زعيق او انسحاب او لعن او لان هو ما عندوش خبرة انه يفصل بين الجانب الديني والجانب العقلي ثم يربط ما بينهم في الرد بتاعه، زي ما ابنك ما شاء الله عمل مع هذا الصغير. ولهذا كنت الأصحاب دائما أقول لهم وأنصحهم هواي، يعني مش أصحابي حتى لما نلتقي احنا بيناتنا كعرب أو راقين، أقول لهم إذا كان بهذا الموضوع أرجوكم إذا كان السكوت إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. صحيح. لأنه أن تسكت خير أن تقول ما لا يصح القول، يعني صح. لأنه راح تعطي انطباع خاطئ، راح تنطي اهتزاز حتى المشاعرهم. طبعا هم ناس يعني شو يسموهم يستثنون بسهولة. يعني ممكن يحصل first impression ماكو بالضبط first impression عليك أنت تستثنى. طبعا تستثنى مش بقسوة يعني، بس يعني تصبح فلان تتحط في مربع ميوت يعني صامت بقى ما ناخدش منك ولا نديك. شكرا بالضبط. وحقيقة العملية معقدة جدا، يعني أنا يعني والله العظيم حقيقة لا أتمنى الغربة لعدوي، يعني وإن شاء الله ما عندي عدو، بس يعني لا أتمناها لأي إنسان. الغربة أنا عندي مقولة دائما أقولها الغربة مرض، ولو لم تكن مرض لما كانت عقوبة. تعرف الغربة مرض ولو لم تكن مرض لما كانت عقوبة. لما كانت عقوبة. أنت تعرف البدوي لما يريد يعاقب واحد من الناس شو يسوي له؟ ينفي برا القبيلة. يجلي. هم يقولون يجلو يجب أن يجلو. يعني شو طبعا وين يجلو بنفس الأرض الجزيرة العربية، يعني هو ما رايح الغير كانتري. زين ال شو اسمه هذول القيادات هاي السياسية أو الرؤساء الدكتاتوريات مثلا، واحدة من العقوبات كانت شنو؟ النفي. صحيح. والنفي هو غربة بالحقيقة. صح. فالغربة حقيقة يعني لا أتمناها لأي بشر، يعني لأي مخلوق، لأنها عملية معقدة كلش جدا. طيب خلينا نرجع لموضوع ألطف شوية وهو المرأة العربية. أنت كراجل عربي تحب تسمع من زوجتك أنهي جملة من الثلاث جمل اللي أنا هقولهم لحضرتك تسمعهم باستمرار؟ يعني شكرا ليك، ولا أنا أسفة، ولا بحبك؟ والله ثلاثتهم. أنا أحب أسمع الثلاثة الصراحة. أنا أحب أسمع الثلاثة يعني أي، لأنه لكل حادث حديث، ولكل شون يعني مكان مقال لازم يكون شون أنا آسفة، وأنا أشكرك. أسفة، أنا أشكرك، أنا بحبك. الكلمة اللي أنت يعني إحنا بنقول كده في مصر إيه، الكلمة دي بلسم، الكلمة دي اللي هي حقيقي تعيدك إلى رونقك النفسي. بحبك، أنا بحبك. أي حتى أكون يعني طب واضح وصريح. هل حضرتك شايف بالعموم إنه الرجل العربي بيتقال له أنا بحبك بعدد مرات كافي، سواء من زوجته أو من أولاده أو من عيلته؟ للأسف لا. للأسف لا. للأسف لا. المشكلة شوف راح تدخلني موضوع. لا ليه؟ ما هو الموضوع موجود. وحضرتك بتحب تفك وتركب وجراح. صحيح بالضبط. فجرح في الموضوع. شوف مشكلة العلاقات هي الابريشيشن. صح. التقدير.
مشكلة العلاقات، كل العلاقات بغض النظر سواء كانت أخوية، أبوية، أمومة، حتى صداقة، التقدير. قصد حضرتك غياب التقدير ولا عدم إظهار لا، غياب التقدير؟ عدم إظهاره. لا غياب، احنا ما عندنا غياب التقدير. أي. يعني بالعكس عدم إظهار التقدير. تعاملاتنا دائما تكون باحترام. يعني انت اذا تسأل نفسك او تسألني هسه ايش كم مرة مثلا اخوك ظاهر لك عدم تقدير؟ ولا مرة في حياتي ابدا. يعني فهمت قصدي؟ بس المشكلة الإظهار. هذه عندنا صعوبة بيها، عندنا مشكلة بيها، ما أعرف شنو الأسباب. جزء من عندها بيئية، جزء من عندها دينية، يمكن أعتقد جزء من عندها نحن تربينا على الواجب أكثر من المستحب. صحيح إن ده أمر مسلم به، إن ما يفعله الرجل لزوجته أو لإخواته أو لأهله هو أمر مسلم به، هو راجل لازم يعملها. أشكرك على إيه؟ ما ده واجب. أو بالعكس المرأة لما تطبخ هذا مسلم. فماكو داعي لما نقعد على السفرة أقولها عاشت ايدك شكرا جزيلا شلون أكلة طيبة. صحيح. لا، لأنه هي لازم تطبخ أكلة طيبة. في رجال متى نعترض لما الأكلة مو طيبة بس. صح، كلام حضرتك صح. في رجالة مهما الست تعمل لهم من أكل جميل، عملتي الأكل طيب ما يتكلمش فعلا زي ما حضرتك بتقول، إلا لما إيه ده الملح ناقص بالضبط، ماسخه او يعني بالضبط ما مستويه زين، اللحمه مش كويسه. فهذه عندنا مشكله بيها طبعا على الجانبين حتى اكون يعني. لا صحيح. انا شخصيا معاني من هذا الموضوع. لانه مرات الانسان يحتاج يعني شلون هذا الكلمه الطيبه صدقه. صحيح. يعني تعرف شنو صدقه؟ صح. يعني كأنك تدفع مال ببلاش، يعني رب العالمين يسجل ببلاش. صحيح. بس مع الاسف. طيب من النقطه دي، هل تفتكر انه بنسبة كبيرة الراجل العربي بيتحب او بيتقدر فقط لما بيكون عنده المقدرة انه يدي، لكن وانس انه ما بيقدرش يدي ماديا مهنيا انسانيا اي مكان، خلاص التقدير بيتسحب وبيتسف في لحظة؟ مع الاسف في هذا الوقت الناس بتنط من المركب في لحظة. في هذا الوقت نعم. قبل لا، مو هيك كان التقدير على الموقف، كان التقدير على العلاقة، كان التقدير على الوجود. يعني احنا كنا شاكرين لوجودك معانا. قبل صحيح. كان الأب ينشكر لوجوده معاهم حتى ذا غير قادر انه يقدم. صح. الجد شايف احنا دائما هسه لحد الان خاصة المصريين احنا نتعلم من المسلسلات. شايف لما الكبير كنا نسميه خير وبركة. صح. هو بالحقيقة بركتنا، نقول بركتنا. هو بالحقيقة لو ترجع علميا هو عله بالحقيقة. فهمت قصدي؟ يعني هو واكل شارب لازم تقومه، لازم واحنا اللي بنخدمه حاجات زي كده، بس نسميه بركة. ايوه لان احنا ممتنين لوجوده وسطنا. السويديين كانوا يعجبوني بهذا الموضوع حقيقة، عندهم ابريشيشن عالي لكل شيء. تخيل ورا ما يخلصون، ورا ما تخلص سنة الروضة او المدرسة، يعملون تجمع. نجيب زهور أو هدايا للمعلمات والمعلمين وهم يعملون يعني يتوادعون. تعرف عندهم كلمة يستخدموها دائما، يشكرون الأبوين على لونه، يعني لون شو استقراضنا، يعني أنتوا اعطيتونا ابنكم، أقرضتونا ابنكم هاي السنة، شكرا جزيلا. الله على المعنى. طبعا هذه كانت يعني انا شخصيا يعني كانت تاخذني هاي اللقطه، يعني اقولها لزوجتي، اقولها سمعتيها؟ هي جمله فلسفيه عميقه جدا. شكرا لانكم اقرضتونا ابنكم هاي السنه، يعني مو لانه يعني احنا خلصنا هاي السنه. شكرا لانكم اقرضتونا ابنكم هاي السنه، انه احنا علمنا. طب عايز اسال حضرتك حاجه، ايه اكتر قرار انت اخدته بدافع الرجولة العربية القوية الحامية وندمت عليه بعد 5 دقايق؟ يمكن انا جاي اتفلسف هواي، بس انا لا خالص والله براحتك. اكو شقين لهذا السؤال، يعني طريقين لهذا السؤال. اولا انا شخصيا لا اؤمن بوجود ندم بعيد، اؤمن بوجود ندم قريب. اتخش سؤال سألت قلت 5 دقائق، لو ما قال 5 دقائق ليش ماكو ندم بعيد؟ لأن الندم البعيد، القرار البعيد لم يتخذه أنا، ده شخص تاني خالص.
يعني عامر ناقص 20 سنه، ايوه كنت 30 اوكي، وعامر ناقص 10 لما صرت 40 هذا مو عامر نفسه. انا موافق جدا، عشان كده السؤال في خلال 5 دقائق. 5 دقائق. انا شخصيا يعني والحمد لله لليوم لله. انا ما ندمان على اي قرار، لانه انا غير متعجل بقراراتي. وان يعني طبعا سهل التعصب وهاي، بس لما نتعصب وهاي اسوي شغلات شو يسموها يعني حاجه ترفيهيه لا شغلات مزعجه يعني مش قرارات. اعمل افعال مزعجه، فهمت قصدي؟ أيوه. مش قرارات. مستحيل اتخذ قرارات ويعني مثل ما تقول الحامي الرجل يعني شلون طالع لو شيء. لا ايوه انا قصدي على كده. احنا للاسف يعني جزء كبير من الرجاله العرب بتاخدهم حميه الرجوله الكاذبه، وياخدوا قرارات في اثناء الحميه دي بتكون يعني انا انسان اصلا بيرفكشنست يعني قصدي يعني اللوحه ذا شويه هيك مش يعني مو عدله لازم تتعدل، ما اقدر اشوفها كل ساعه انه صحيح. فصعب ما دا اتخيل نفسي انه يعني اتخذ يعني قرار هيك بس مجرد انه انا كنت غضبان. لا ما اتخيل نفسي. وبغض النظر ان كنت عربي يعني قصدي اينما كنت كانسان، انت بالضبط كانسان سواء كنت بالعراق او بالسويد او بالامارات، لا نفس ما راح اتخذ ان شاء الله يعني ما راح اتخذ قرار هيك. طيب هيسأل حضرتك حاجه، ايه اكتر حاجه انت ممتن لرب العالمين عليها في حياتك؟ وجود امي، ربنا يخليها لك، لانه هي خليفه الله في الارض. يعني انا بالنسبه لي يعني هي وكيله، يعني هي وكيله الي يعني. ايوه عرفت شنو يعني؟ أيوه. يعني هو سخر شيء او سخر انسان لي هو بهاي الشخصيه امي. الله ابدا، اما ابدا ما عندي غير هاي الوصف. اي فعلا ربنا يخليها لك. الله يخليك. طب بعد السنين دي كلها هل طريقه السيده الوالده اتغيرت من المعامله الصامته اللي المشاعر بتظهر في افعالها، وتغيرت الى طريقه لغويه يعني الحب ظاهر فيها بتتقال بشكل مباشر، ولا هي لازالت على نفس العهد؟ تعرف احلى حديث هو شو الحديث معاها يعني، او هي تحت يعني تتكلمه، هو الهيستوري، التاريخ تحكي ذكريات. وسبحان الله بعدها طبعا هي كانت قبل اسبوعين عندي يعني 10 ايام تقريبا يمي بحيث حتى انا في يعني بحياتي انا لم ارى شخص يعني بهاي الامكانيه بهاي الامكانيه من عدم الديماندينج. شلون لا تطالب بشيء غير يعني انا ما جاي افهمها يعني. ما شاء الله. لان هي واضح من كلام حضرتك انها من نوع المضحي، هي مش طالبه حاجه أبداً. هي طالبه السعاده ليك بالضبط، بس شايفه ان السعاده موجوده خلاص. لما نسال عن هذا الموضوع يعني تنظر لي بالسخريه تقول لي انا هسه بشوفتك انت عندي هاي يعني اي خلاص انت ايش تحكي شنو تريدين يعني شنو. اخيرا وقبل ما انسى عشان برضو احنا يعني لازم نستفيد بوجود حضرتك معانا، نصايحك ايه للشباب الصغير عشان يحافظ على صحته الجنسيه لما يتقدم في العمر، يبقى يعني صحته الجنسيه دي متماسكه وقويه؟ طبعا اهم نقطه هي عدم التاثر بتقليد الاخرين، خاصه بهذا الترند هسه اللي صاير تبع الشيشه والدخان والكحول. هاي اهم نقطه. الشغله الثانيه اعرف الكل والكثير من الشباب يروحون للجيم وهذا شيء جيد جدا، ولكن عندنا مشكله عويصه قاعد تتكرر وقاعد تتفاقم بدون ما نلقى حلول، اللي هي اخذ المقويات والهرمونات لبناء العضلات. وجزء من هذه الهرمونات هي اصلا يعني هي هرمونات ممكن تكون جنسيه، بس تاثيراتها مع الزمن راح تكون عكسيه تماما عكسيه. هذا الجزء الكبير. والجزء الاخير او الرابع الرجاء عدم يعني عدم اتباع ما يفعله الآخرون، أو عدم الاستماع لما يأتي به الترند
او جات جي بي تي او المستر جوجل او هاي الامور، يعني لا تسير في ايجاد الحلول لنفسك بنفسك، استشر طبيب. بالضبط، صحيح. هاي اهم نقطه حقيقه، لانه ما شاء الله يعني كله دلوقتي بقى بيفتي وكله بقى بيجري على شات جي بي تي. مشاكل يعني جاي يصير مشاكل بحيث انه اكو ناس تجيني مهمله، يعني اهملت نفسها بسبب النصيحه الخطا، واكو ناس تيجي لا عالجت نفسها بس بطريقه خطا ولفتره طويله. فحقيقه مرعب الموضوع طبعا. يعني بالنسبه لي انا دا يصير مرعب يعني. فدائما حتى احكي ويا اطفال اولادي، مش اطفال هم صاروا كبار يعني، جاي احكي وياهم دائما بتوصيات، فهم يقولوا لي ليش انت قاعد تكرر هذا الموضوع؟ قلت له باب من المصايب اللي جاي اشوفها. صحيح. يعني صحيح. فبليز يعني. عندنا سؤالين دول برضو ثابتين في كل حلقه. السؤال الاولاني: بعد عمر طويل باذن الله، بعد عمر طويل، تحب الناس لما تيجي سيره حضرتك تقول عليك ايه؟ كان طيبا فقط. كان طيبا. اي كان طيبا. بس جميل. لانه انا دائما تذكر حكينا بدايه الحلقه سبحان الله راح نختم أيوه. بنفس الارث الذي تركه والدي. الوالد. صحيح. صحيح. كان طيبا. طيب. الكل كانوا يقول كان طيبا. الله. طيب السؤال الثاني، وده برضو تقليد عندنا، وهو ان حضرتك بتسيب سؤال لضيف الحلقه القادمه يجاوب عليه عشان يبقى من راجل لراجل. انا سؤالك عجبني هذا، مال شو يعني رجل بالنسبه لك؟ أيوه. كان ودي انه هو نفس هذا السؤال يطرح، بس هذا السؤال مطروح. مطروح. اي. انا دائما احب اعرف في حياه كل شخص مثل ما هسه عرفتني. أيوه. يعني انا في حياتي امي، يعني فهمت قصدي؟ دائما في حياه كل شخص فمن شخص بيؤثر بشكل طبعا ايجابي طبعا عظيم. هو واحد بس، يعني ما راح كل واحد من عندنا يقول بس واحد، ما يقدر يقول اثنين او ثلاثه. أيوه. هذا سؤالي له. من الشخص الذي في حياة الشخص القادم؟ دكتور شكرا جدا 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 على جداً. وجودك معايا النهارده، شرفتني ونورتني، واتمنى تكون الحلقه جميله بالنسبه لحضرتك. والله الوجود وياك دائما جميل، وانا اشكرك جدا على هاي الدعوه حقيقه، وجدا جدا سعيد. شكرا جزيلا لحضراتكم، واتمنى كل اللي اتفرج علينا النهارده يكون استفاد واستمتع بالحلقه دي، واتمنى كمان اسمع منكم تعليقاتكم على اللي انتوا سمعتوه، ولو عندكم اي افكار بخصوص كل المحاور اللي اتكلمنا فيها. كل الرجاله اللي بتتفرج علينا لو الحلقه عجبتكم هستاذنكم تعملوا لايك وشير وتعملوا متابعه للقناه عشان دايما يوصل لكم كل كلامنا من القلب للقلب، من راجل لراجل.